مباراتكم أمام فريق نهضة الزمامرة. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. صراحة الإنسان لازم يكون صريح ويقول إني قدمنا مقابلة في مستوى ضعيف جدا من ناحية تكتيكية وربما حتى من ناحية اللعب الجملي. أنا يعني نعرف هناك أسباب، يعني عارف أسباب واقعية، لكن الحمد لله اللي مكننا ضد فريق يعني قاتل حتى آخر رمق، يعني باش ننتصر في 3 نقاط. الأسباب عادية جدا، ماهيش يعني المستوى اللعب اللي لعبنا به اليوم ظرفي بحكم يعني الظرف القصير هذا والمتغيرات اللي صارت في الفترة القصيرة. تعرف لما تغير الكثير من اللاعبين في مقابلة، بعض اللاعبين تقريبا معظم اللاعبين خصوصا من الشق الهجومي ما لعبوش مع بعضهم. هناك لاعبين عندهم مباريات ما لعبوهاش، شنو اللي تأثر اللعب، تأثر التنظيم المعتاد بها وطريقة اللعب اللي معتاد بها اللاعبين، لأنه لي فاريابل تغيروا بسرعة. يقول القائل علاش تغيروا؟ إذا كان تعرف الأمور هذه علاش. مع الأسف يعني مضطر باش نغير لعدة عوامل. العامل الأول هو الفريق اليوم ما يقومش بمقابلة في المستوى، لكن هذا ما يمنعش ان نحب نشكر ايضا نشكر اللاعبين اليوم اللي كانت عندهم شخصيه وقاتلوا باش يرجعوا في النتيجه بعد تسجيل المنافس للهدف التعادل. رجعوا في النتيجه وقاتلوا، ونشكرهم بارك الله فيهم على هذا المجهود. شكرا لك سيدي المدرب. نفتح باب الاسئله للساده الصحفيين. نمر الى السؤال الاول عن القناه الثانيه دوزيم، تفضل. كوتش وليد الواب، القناه الثانيه. شفنا في المقابلات السابقه كان واحد الانسجام كبير على مستوى الانيماسيون ديفونسيف وعلى مستوى وسط الميدان، يعني بان واحد العمل، ولكن كيبقى الشق الاخير هو الانيماسيون اوفونسيف، يعني التحولات الهجوميه. كاين مشكل على مستوى الاختيارات البشريه، كنشوفوا كل مقابله كيكون واحد الثنائي ولا ثلاثي مختلف. واش هذا الشيء كيحتاج وقت ولا سي النبي باقي ما بالوش ذاك لو تريو اللي يقدر يكون ياخذ لاطاك ديال الجيش الملكي؟ بارك الله فيك. يعني سألت وجاوبت على يعني تقريبا جاوبت على عادي جدا. شوف، انا لو لقيت اللاعبين بالضبط اللي يفرضوا انفسهم، ما اقولش في شق ربما في بعض الخطوط، واقصد اللاعب الخط الامامي. اذا كان لاعبين اللي يقول لك خلاص انا هو اللي نثبت روحي، فليش قاعد نبدل التغيير ما نجمش نغير مجرد التغيير. صحيح قاعد نلوش بانت في مباراة تونس يعني كان عندنا نقص او غياب للافيكاسيتي اوفونسيف. نعم، الفاعلية الهجومية. شوف الأمور هذه يعني نشكرك على السؤال، سؤال في محله، لأنه أنا اللي نتعايش فيه. احنا قداش عندنا؟ تقريبا عندنا مدة شهر، عندنا 3 مباريات إفريقية و3 مباريات يعني في الدوري. عندنا عناصر جديدة دخلت بمستوى جاهزية متفاوت، فما اللي جاهز، فما اللي مو جاهز، فما اللي معاقب. في نفس الوقت لازمك تعمل نتائج، مطالب باش تقوم بنتائج. لابد ان تفتش عن الحلول في ظل كل هذه الاشياء، لا جاهزيه او عدم جاهزيه، تتالي المباريات. ما ينجمش يكون فما انصهار، لانه انصهار وقتاش يكون؟ وقت اللي يلعبوا تقريبا لاعبين 12 13 لاعب في مباريات متتاليه، ليزوتوماتيزم يسيفيكس بيناتهم واحد وكل، وبعد ينطلق الفريق. اذا كان باش نقول لك عادي جدا، عادي اللي في الفتره هذه ما زلنا ما لقيناش الامور والانسجام والانصهار بين المجموعه. اول شيء يلزمني نلقى شكون قريب اكثر من التشكيله الاساسيه. لقيت في بعض المواقع ما زالوا اخرين، والمباريات اليوم زادت انتفعت 100 تقريبا ب 70 او 80%، والحمد لله.
وبعد بتتالي المباريات ان شاء الله باش يقع الانصهار. انا نتكلم بدون مبررات، يعني نتكلم بمصداقيه، واتوجه بذلك الى جمهور نادي الجيش الزعيم باش يطمنوا، ما يخافوش بالمستوى اللي يظهر به اللعيب. عادي جدا، اللاعبين عادي جدا، ونعرفهم في المباريات القادمه ان شاء الله باش يقدموا مستويات احسن بكثير من اللي قدمناه اليوم.